هاي جايز، يلا على السريع نهائي دوري الابطال. يلا بينا. بص يا معالي الباشا، باريس باللون الاورنج وانتر باللون الاصفر. فتعالى هنشرح المره دي السبوره ال 22 لعيب مع بعض في ملعب واحد. بص يا باشا، انتر اعتمادها على ايه؟ على ان المعلم دومفريس بيخرج كده، والمعلم دي ماركو بيخرج كده، واثناء تحضير الهجمه احنا بنوزع مساحاتنا. تمام. ويجي هكان ينزل لي هنا. طب وقت ما هكان هينزل لي هنا بيبتدي المدافع ينزل هنا، تمام، عشان يفضي المساحه. ساعتها انا ما دام فضيت مساحه هنا فينزل لي مين؟ باريلا. كل ده واحنا بنخرج بايه؟ بالكوره. طب رحنا هنا قدام، اثبت لي انت هنا ورا، اخرج انت كده. حلو الكلام. دومفريس محتاج له مساحه، فبالتالي مين اللي هيخرج عليه؟ النونو. يسكت؟ لا. مين اللي يجي له هنا عشان يفك النونو ده منه؟ المعلم ترام. فضى مساحه لمين في الحته دي؟ يجي بيها فين؟ باريلا. شايف الشرح سهل وبسيط اهو. تمام. فهم دايما بيلعبوا على فكره تفكيك المساحات. فكك المساحات بتاعت الفرقه اللي قدامك هتعرف تاكلها. طيب الطريقه الثانيه ان هم بيهاجموا بيها. تمام. الطريقه الثانيه اللي هم بيهاجموا بيها، بص يا باشا، مين اللي فتح الخط هنا؟ دي ماركو. فدي ماركو مين اللي هيقابله؟ مستر حكيمي. قبل ما يقابله مستر حكيمي هيجي له مختاريان هنا، يا يحط الكرة لمختاريان ويطلع كده يعمل اوفرلاب، هيحط له الكرة يرفع. دي اول واحدة. طيب التانية، لا يا معلم انا هخش انفيرتد هنا باك، وهخلي لوتارو يسحب لنا المدافع ده كده لجوه. تمام. وساعتها دومفريس هيضم لي هنا. تمام. ايا كان بقى هكان. تمام. مختاريان باريلا. فاحنا هنا بنهاجم بكام؟ ادي هنا 4-2، وفي واحد هو اللي بيغطينا من ورا. اشوط، ارفع، كونكت ما بيني وبين زميلي. فكره المهاجم التاني او المهاجم الوهمي ايا كانت ايه. بس انا كده لو دي ماركو خرج كان بها ولعب له دي هنا، ما خرجش هيخش انفيرتد باك وهيقفلك. طيب نروح للبي بتاع الناحيه التانيه، اللي هو بالنسبه لي واحد من احسن 5 باك رايت في العالم. بيعمل ايه المعلم؟ انا بدافع، مثلا. لا انا جاي هنا اخلق موقف 2 على 1 مع كافارا. طيب وانا زي الثعبان اول ما الكره اتقطعت من كافارا انا فتحت الخط. ما هو ده مقابلني هنا. لا لا، انا داخل لجوه، وسع لي سكه كده ترام، خد لي المعلم ده وروح كده عشان انا اجي كده، عشان لو الكره اتلعبت بالمنظر ده فانا ساقط هنا كمهاجم تاني. انت فاهم مقصد الكلام؟ فده لازما يتمسك، ولو طاروا لازما يتمسك. وكانت شنالوغلو وهو بينزل يحضر هنا الهجمه عشان يفضي عشان المساحات تبتدي تفضى، لازما واحد يفضل ملازمه. طيب مين اللي هيعمل الكلام ده كله وانا بدافع؟ مان تو مان، يبقى المعلم ماركينيوز هو اللي ايه؟ ملزوم لي بلوتارو. طيب نونو هتسد مع ده لوحدك؟ لا اسد ايه، تعالى لي يا فابيان يا رويز عشان انت بتلعب برجلك الشمال. فاحنا الاتنين شمال هنتلم على ايه؟ على المعلم ده ونقفل عليه هنا، وانا كده كده عايز اخرجه على الخط اللي هو مش خطورته على الخط. طب الناحيه التانيه نفس القصه. الولا نيفيز الواد الصغير ده اللي تحسه طالع من ديزني لاند بيقفل هنا العمق. تمام. هو او فيتينيا واحد منهم بيميل على مين؟ على دي ماركو. لو حكيمي رايح معاه الخط يبقى حكيمي اللي ملازمه. بس ده بيعمل ايه؟ ده يا باشا بيغطي الزون دي عشان لو الكره اتلعبت بالعرض يلاقي اللي يشيلها. ده نيفيز زي ما شالها في ماتش ارسنال من منين؟ من على الخط من هنا. فهي دي خطوره الانتر. نيجي بقى لنصر الخليفي اللي ناوي يفتح الايه؟ المجاني، ويخليه مش مجاني لمده ايه؟ لمده سنه. او اللي مش مجاني هيخليه مجاني ايا كان. بص يا معلم، انتر بتدافع بالمنظر ده، ترام هيروح لي مع فابين رويز او فيتينيا او ايا كان اللي بيحضر من هنا هيقفل الحته دي. لو تارو مارتينيز مع اللي جاي من هنا هو هيسيبك تخرج لحد تلت ملعبك، هيقابلك من النص. تمام. هيلعب يا لو بلوك يا ميديان بلوك. حلو الكلام. فبالتالي دي محتاجه تعمل ايه؟ نزاهه هجوميه. طيب دوناروما اخرج، لازم تشارك في الهجمه، اسمع مني. تمام. ويفتح بالاتنين سرد باكات هنا، ويخرج مين؟ نونو مندش. ويخرج لمين؟ اشرف حكيمي. بس ساعتها هنا هبقى انا عندي مشكله، ان الثلاثه دول في الارتداد الدفاعي ممكن ما يكونوش اقوى حاجه، فانا هعتمد على مين؟ على نيفيز.
وساعتها هنا المعركه هتتقلب ايه؟ بدني، لان هو يروح حاطط مين عليه؟ الولا مين؟ ترام، عشان خاطر يخش مع واحد لواحد ياخد منه الكوره. تمام. فدي اول معركه بدني انت هتخش بيها وانت ايه؟ بتدافع. طيب خش بقى وانت بتهاجم بقى. وانت بتهاجم الصح نيفيز يثبت، فيتينيا يبقى هنا، فابين رويز هو اللي يخش كمهاجم تاني. تمام. فابين رويز هو اللي يخش كمهاجم تاني. ليه بقى؟ عشان انا ساعتها هفرد بعثمان ديمبلي هنا، وديوي، وفابين رويز، ومين؟ والمعلم مين؟ والمعلم كفاراتسخيليا. قدامي حل من حلين، يخلي عثمان ديمبلي يسحب لي واحد من دول كده ويخرج هنا، وانا كده ابقى فضيت المساحه دي. يخش ساعتها بقى فابين رويز كمهاجم تاني، ويخش دوي هنا كده يبقى شادو سترايكر. ده اول طريقه. طب الطريقه التانيه؟ لا، الطريقه التانيه ان انا اعتمد على ايه؟ على الاتنين دول. فاكر فكره هالاند؟ فاكر فكره هالاند في جوان مرموش لما كان بيفتح هو ودي بروين الملعب بالمنظر ده كده، وياخدوا الاتنين دول عشان السكه تفضى هنا؟ ده اللي هيعمله عثمان ديمبلي وفابين رويز. هيبتدوا يسحبوا الاتنين مدافعين بالمنظر ده، عشان يجي مين؟ عشان يجي كفارا بدل ما هو مرمي هنا ومحطوط عليه واحد واثنين وثلاثة، لا هيخش لي من هنا ويحط. او لعيب نص الملعب اللي هنا هيبتدي يخش كمهاجم تاني بالاجبار ويروح هنا. طب لو فابين رويز ما عملش الدور ده، يروح فيتينيا يعمله، فابين رويز هو اللي يخش هنا تمام من على الدايره ويشوط او يوزع لعب. انت فهمت مقصد الكلام؟ فباريس عشان تكسب لازما تبتدي تفكك في الجزئيه دي، لان هما بيدافعوا بخمسه، واحد على واحد، واحد على واحد كفارة قدام دومفريس ياكله، لكن لو بيسك ضم عليه فيها شك. طب الناحية التانية بتقول ايه؟ ان المعلم دي ماركو لو باستوني معاه واتلموا على مين؟ واتلموا على حكيمي ودوي هياكلوهم. لكن لو عثمان ديمبلي مايل عليهم هيبقى موقف 3-2. فساعتها باريس حرفيا هتمسك انتر ميلان تكسرها. لكن انتر ميلان انا متأكد هتركن خط الدفاع كله ورا وتلعب ب5-3 هنا لحد هنا، وتنزل بالاتنين دول لقدام 2. هل بقى بعد كل اللي انا حكيته لك ده، وان انهاء دوري ابطال اوروبا مبني على تفكيك المساحات، انت شايف ان تفكيك المساحات واللي هيعرف يفكك المساحات هو اللي هياخد دوري ابطال اوروبا، ولا هي مكتوبه للانتر عشان خسرت كل حاجه وهتكسب اعظم بطوله ليها السنه دي؟ ده اللي انا مستنيه منك في الكومنتات بعد ما تعمل لايك والشير. تمام. وتكتب لي رايك في كومنت. وانا النهارده زي ما قلت لك بصور على تيشيرت ميسي، عشان تيشيرت ميسي هو اللي جاي، وكل الحوارات اللي انا هتكلم فيها بصيغه طويله في كاس العالم للانديه. وباي باي جايز.